يا أهلا يا أصحابي، أنا جدكم حكيم وجاي النهاردة أحكي لكم حكاية جميلة عن الإجازة وإزاي نستفيد من وقتنا فيها. يلا بينا نسمع القصة سوا. كان يا مكان في ولد شاطر اسمه سامي. لما خلصت المدرسة فرح وقال: ياه، أخيرا الإجازة، هأقعد ألعب طول اليوم. وفي أول أسبوع سامي فضل يلعب بالتليفون ويتفرج على التلفزيون كتير جدا، وبعد شوية حس إنه زهقان وتعبان. قال لمامته: يا ماما أنا زهقان، مش لاقي حاجة أعملها. ماما ابتسمت وقالت له: يا سامي، الإجازة مش بس للكسل، دي فرصة تتعلم وتلعب وتستمتع وتفيد نفسك. تعال نفكر هنعمل إيه؟ قعد سامي مع ماما وكتبوا في ورقة حاجات مفيدة يقدر يعملها: يقرأ قصة جديدة كل يوم، يلعب رياضة ساعة في اليوم، يتعلم رسم أو مهارة جديدة، يزور جده وجدته. بدأ سامي ينفذ خطته، كل يوم كان يعمل حاجة مفيدة وجديدة. ولما خلصت الإجازة حس إنه فرحان وفخور بنفسه، وقال لمامته: أنا مبسوط جدا إني استغليت وقتي وتعلمت حاجات كتير. وقت الإجازة كنز كبير، لو عرفنا نستغله هنفرح ونبقى مميزين. لو عجبتكم القصة اعملوا لايك واشتركوا في القناة، وأنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم.